كنت عند أمي، وما كنت أدري إن حياتي كلها بتتغي بها اللحظة. كنت زائرة أمي في بيتها الصغير بالعديلية. الجو كان هادي، وأمي كانت مشغولة تحضر لنا غدا خفيف. أنا كنت حاسة بغصة غريبة، شعور ثقيل بدون سبب. قلت يمكن لأني تعبانة، ويمكن لأني مشتاجة أشوف بنتي اللي تركتها مع زوجي بساعات قليلة. فتحت فيديو البيبي مونيتور. خطوة بسيطة، ما كنت أتوقع إنها بتفتح علي باب جهنم. بس أول ما اشتغل الصوت جمدت. مولي أنه بنتي تدي. لا، الصوت كان صوت زوجي، ومعه صوت امرأة ثانية. قلت يمكن غلط، يمكن الصوت جاي من التلفزيون، يمكن. لكن الدقائق اللي بعدها مسحت كل يمكن من حياتي. كانوا قاعدين بغرفتنا، قاعدين على سرير بيتي، ويتكلمون بكل برود، بكل خيانة، بكل قسوة. البنت كانت تضحك وتقول له: زين إن زوجتك مو موجودة. خلاص ارتحت يا حبيبي. وهو جاوبها بضحكة خانت كل العشرة وقال: إيه؟ والله أحس حياتي معك غير. أفكر جديا أخلص منه العلاقة. أخلص منه العلاقة، يعني أخلص مني، من زواجنا، من بنتنا. مكنة مصدقة. قلبي قام يرجف، أيدي تعرقت، والدمعة قبل لا تنزل احترقت بخدي. أمي لاحظت وجهي تغير وقالت: ينهش فيه. ما قدرت أتكلم، ما قدرت أتنفس، بس قدرت أسمع. وأسمع. لين آخر كلمة ذبحتني. المرأة قالت له: خلاص، قول لها إنك ما تبيها. قول لها خل تروح بيت أهلها وتفهم. وهو قال: إيه؟ بس مو الحين، خلها ترجع وبعدين نتفاهم. أنا اللي كانت المفروض أرجع لهم، للبيت اللي صارت في خيانتي، للسرير اللي صار شاهد على خداعي، لزوج كنت أحسبه سندي وصار خنجر بظهري. تلك اللحظة خلت كل شيء داخلي ينهار ببطء. أقفلت الفيديو بسرعة ورجعت أنفاسي بصعوبة. حسيت إني لو جلست دقيقة زيادة بطيح قدام أمي بدون قوة. أمي مسكت يدي وقالت: يمه، لا تخافين، قولي لي شو صار. قلت لها بصوت مكسور: ماما، زوجي مو بروحه. ما احتجت أقول أكثر. أمي فهمت كل شيء من نظرة عيني. حضنتني حضن دافي كأنه بيرجع لي قلبي اللي انكسر. جلست ساعات أفكر: هل أرجع له وأسوي نفسي مو دارية؟ هل أواجهه؟ هل أترك كل شيء وأبدأ من جديد؟ لكن كل مرة أتذكر صوتهم، كلمة أخلص منها. كنت أحس نارا بصدري. تذكرت بنتي. تذكرت إن بنتي تستحق أم قوية، مو امرأة مكسورة. ولأول مرة بحياتي حسيت قوة جديدة داخلي، قوة ما كنت أعرف إن عندي إياها. قمت، مسحت دموعي، وقلت لأمي: يمه، ما برجع له. مو لأن الخيانة تدمر بس، لكن لأن الإنسان اللي يقدر يخون مرة يقدر يخون 1000 مرة. والإنسانة اللي تسكت مرة تبي 1000 مرة. اتصلت عليه. رد بكل برود كأنه ما سوى شيء. قال: ها، متى بترجعين؟ قلت له: ما برجع، مولت. سكت. حسيت إنه أنصدم، بس ها صدمة أقل مما استحق. قلت له: كل شيء سمعت، وكل شيء فهمت. وبنتي ما تبي أب يشوف الخيانة شيء عادي. سكر الخط بدون كلمة. وأنا سكرت مرحلة كاملة من حياتي معه. بدأت حياتي من جديد. صعبة، لا، موجعة.
أكيد. بس كل مرة كنت أشوف بنتي تضحك أعرف إني اخترت الصح. الخيانة كسرتني، لكن قوتي بنتني من جديد.